نبدأ بسم الله. في الحلقة اللي فاتت عرفنا إن كتير من أمراض الروماتيزم المشكلة مش في العظم، المشكلة في الجيش اللي بيحمي العظم. النهاردة هندخل جوه المعركة دي، هنقابل الجيش اللي بيحمينا، الجهاز المناعي immune system. جيش ضخم منظم عبقري لكنه أحيانا بيهاجم نفسه. مين هم الجنود؟ تخيل إن جسمك دولة، والدولة دي عندها جيش بيحميها من الغزاة، البكتيريا، الفيروسات والفطريات. الجيش ده عنده فرقتين رئيسيتين. الفرقة الأولى اسمها المناعة الفطرية innate immunity. دي قوات التدخل السريع بتهاجم أي جسم غريب بدون تفكير، زي حرس الحدود. الخلايا الآكلة ماكروفيجز بتبلع الميكروبات وتنظف ساحة المعركة. خلايا اسمها النيوتروفيلز، دول انتحاريين بيهاجموا بشراسة ويموتوا في المعركة، ودول هم سبب ظهور الصديد في الجروح. الفرقة التانية اسمها المناعة المكتسبة adaptive immunity. دي القوات الخاصة والمخابرات، بطيئة شوية في البداية لكن دقيقة جدا وعندها ذاكرة قوية. قادة الأركان هي الخلايا التائية تي سيلز، منها الخلايا المساعدة هيلبر تي سيلز اللي بتبعت الأوامر، ومنها الخلايا القاتلة كيلر تي سيلز اللي بتقتل الخلايا المصابة بالفيروس. أما الخلايا الباقية بي سيلز فدي مصنع الأسلحة، بتنتج الأجسام المضادة أنتي بوديز، صواريخ موجهة تمسك العدو زي القفل والمفتاح. خطة المعركة: لما يدخل فيروس أول حاجة بتحصل خلايا الحراسة تكتشفه وتبعت إنذار كيميائي سيتوكاينز. الرسائل دي بتجري في الجسم تقول في هجوم، تحركوا فورا. تبدأ القوات الخاصة تنشط، الخلايا التائية تبعت أوامر، الخلايا الباقية تبدأ تصنع أجسام مضادة والهجوم الشامل يبدأ. بعد النصر بتفضل مجموعة صغيرة من الخلايا محتفظة بشكل العدو. الخلايا دي اسمها ميموري سيلز أو خلايا الذاكرة، ودي عبقرية جهاز المناعة، بيتعلم من كل حرب ومش بينسى. وده بالظبط اللي بنستفيد منه في التطعيمات فاكسينيشن، الانقلاب العسكري. لكن أحيانا النظام بيبوظ، الجيش ينسى من الصديق ومن العدو. الخاصية دي اسمها التسامح المناعي immunological tolerance. ولما تنهار يبدأ الجيش يهاجم خلايا الجسم نفسه. دي هي أمراض المناعة الذاتية اوتو اميون ديزيزز زي الذئبة الروماتويد والتصلب المتعدد. السبب خليط من 3 عوامل. 1 الاستعداد الوراثي genetic predisposition، جينات معينة بتخلي المناعة أكثر اندفاعا. 2 المحفزات البيئية environmental triggers، عدوى فيروسية، تدخين أو توتر نفسي ممكن يكون هو سبب الشرارة. العوامل الهرمونية hormonal factors، وده سبب إن حوالي 90% من مرضى الذئبة نساء. النتيجة الجيش يعلن الحرب على الدولة اللي بيحميها. الخلاصة إن الجهاز المناعي عبقري، هو اللي حافظ على وجودنا كبشر في عالم مليان جراثيم، لكنه لو اتلخبط ممكن يتحول من حارس لقاتل. أدوية الروماتيزم مش بتعالج وجع المفصل بس، هي بتحاول تعمل هدنة من الجسم وجيشه تهدي العاصفة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن العدو الحقيقي في ساعة الحرب، الالتهاب، النار اللي بتشتغل في المفصل بهدوء وتفضل تاكله ببطء. تابعوا الرحلة لأن اللي جاي هيفسر حاجات كتير بتعيشوا بيها كل يوم.